حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ما تيجوا كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتيجوا كده نعمل مع بعض اكله سهله وخفيفه عشان ما نقفش في المطبخ كتير والجو حر. انا هعمل النهارده صينيه بطاطس بالفراخ. اول حاجه هتبل الفراخ. بصوا كده، انا معايا بصل اهو، ومعايا قطيتين صغيرين هبدا احطهم اهو في الكبه، ومعانا عصير ليمون. انا بحب احط للفراخ ليمون، ما بيخليش ليها زفاره ولا حاجه. وطبعا انا نقعتها في محلول النقع بتاعها، اللي هو ملح وخل وسكر وميه، ونقعتها شويه حلوين ودقيق، وبعد كده شطفتها برضو وغسلتها بالليمون، وهتبلها برضو معاكم اهو. وبرضك بحط ليمون، الليمون بيخلي الفراخ حلوه وما بيخليش فيها اي زفاره. تمام، احنا كده حطينا ايه؟ البصله والقوطه والليمون. هنحط بقى مع بعض الملح، ومعانا الفلفل الاسود طبعا اهو، ومعانا اللي هي توابل الفراخ، ودي السبع بهارات اهي، وطبعا بابريكا مدخنه بتدي طعم حلو قوي اهي، ومعانا مكعب مرقه اهو هننزله، وهنحط شويه مستردة بس كده، وهنحط كل الحاجات دي وهنضربها. حطينا كل حاجه في الكبه، هننزل بس عليهم بشويه زيت بس كده، وهنضرب بقى مع بعض الحاجات دي، هننعمها وهنبدا نتبل بيها الفراخ. هتدي طعم حلو قوي للفراخ، جربيها وهتعجبك قوي. تابعيني لاخر الفيديو. بعد ما ضربت خلاص اهو، ضربت البصل والحاجات اللي احنا حاطينها مع بعض في الكبه والتوابل، هنبدا بقى كده نتبل الفراخ. انا بقى معايا البطاطس اهي، قشرتها وحطيتها في الصينيه، هاخد شويه من التتبيله دي هحطها على البطاطس بس كده، والباقي هتبل بيها الفراخ اهي. هنتبل بقى الفراخ كده مع بعض، وهنحشيها كويس هتحشيها كده كويس من الفتحات اللي انت مفتحاها فيها اهي كده، تبدأي تحشيها كده. وطبعا البطاطس اهي برضو هنقلبها مع حبة التوابل اللي انا حطيتها بس كده، وهنبدأ نحط بقى البطاطس. هنحط معلش الفراخ كده على البطاطس، هنعمل برضو كل الفراخ بالطريقة دي اهي، وهنركنها بقى في التتبيلة شوية كده حوالي نص ساعة بس كده، وبعد كده هبدأ اولع عليها هسويها. مش عايزه اقولك بقى، هتاكلي احلى صينيه بطاطس بالفراخ، طعم وريحه وكل حاجه حلوه فيها. يا جماعه انا حطيت الفراخ على البطاطس اهي، بصوا شكلها عامل ازاي. كمان اما هتستوي وهتشم الريحه بتاعتها وهتدوقيها طعمها حلو قوي. وممكن بردك تولعي حته فحمه وتحطيها بعد ما تخلص خالص وتستوي وتحمريها، هتخلي ريحتها حلوه قوي. انا دلوقتي حطيت كام واحده لورا كده، واحط كام بردك ايه، فص حبهان كده برضو معاها، هيخلي ريحتها حلوه قوي. طبعا كده كده السبع بهارات فيها كل الحاجات دي، بس انا بحب احط حبهان وبحط لورا مع الحاجات دي بس كده. هحط لها معلقه سمنه وهبدا ايه اسيبها شويه، وبعد كده هولع عليها النار. يا جماعه اهي انا حطيت البطاطس اهي على النار بقى لها يجي 10 دقايق كده. بصوا منظرها، بصوا لونها حلو قوي، مش قادره اقول لكم الريحه في البيت عامله ازاي. ريحتها حلوه جدا جدا جدا، وكمان طعمها هيعجبكم قوي. انا هخلصها وهوريها لكم بقى. بعد ما خلصنا البطاطس دخلناها الفرن، خدت شويه من على النار من فوق كده غلوتين، ودخلتها الفرن وهي دلوقتي بتستوي. وبعد كده هوريكم احط لها فحم. دلوقتي هنعمل بقى مع بعض احلى رز بشعريه. دلوقتي حطينا في الحله زيت وسمنه والشعريه وعليهم شويه ملح، وهنبدا نحمر الشعريه. ومعايا كوبايتين رز غسلاهم ومحضرهم جنبي. اول ما الشعريه تبقى لونها ذهبي هنزل عليها بالرز، وابدا اشوح الرز كويس
خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حته. الشعريه خدت معانا اللون الذهبي، هنزل عليها بكوبايتين الرز اللي انا غسلاه. بس كده، وهنبدا نقلب مع بعض الشعريه مع الرز. بس كده، هتحطي بس ايه الميه اما تغلي هنضيفها على الرز، بس بعد ما نشوحه كويس قوي مع بعض. وكده اهو بعد ما خلاص شوحنا الرز كويس قوي اهو بالشعريه اهو، هبدا انزل بقى بالميه السخنه. بس كده بتنزلي فوق الرز بعقلتين صباع بالميه بس، وهنبدا كده اول ايه شويه يشرب وهنوطي عليه. كده خلصنا الرز يا جماعه اهو. بعد ما خلصنا صينيه البطاطس بالفراخ، بصوا منظرها حلو قوي. انا ولعت حتتين فحم كده كانوا عندي صغيرين، وهحط عليهم نقطه زيت زي ما انتوا كده شايفين اهي. هطلع الدخان وهنغطيها. يا جماعه البطاطس والفراخ خلصوا والرز خلص. هنطلع اهو بطاطس، شايفين عامله ازاي؟ تحفه. بصوا دايبه 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 بجد. بصوا دايبه ازاي. تحفه بجد تحفه. والبطاطس دايبه خالص بجد. بصوا البطاطس دايبه. بصوا الفراخ، مش عايزه اقول لكم ريحتها تحفه بجد، ريحتها تحفه. بصوا الفراخ بيضه ازاي، طعمها تحفه بجد. الفراخ طعمها تحفه، والبطاطس برضو طعمها تحفه، والبطاطس دايبه والطريقه حلوه قوي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.